سلوان الموميك الافندي سجل خروج من الدنيا، يستاهل. ايش تتوقع وانا اقول عليه مثلا؟ والله لا اترحم له. هو انا اكيرا تورياما من مات ما ترحمت عليه، لو هذا ترحم علي. بس قبل انا بدي اتمنى ان ترحم على الاطفال اللي دعمتهم نوتريليا ويصبر اهاليهم ان شاء الله، لان بعد هاي الفاجعه صارت بنا صدمه مو طبيعيه. يعني اطفال بعمر الورده هيك يصير فيهم الله اكبر. بعد حاليا ما بيده شيء غير الرحمه عليهم. وبعدين تعال توجني صار لك فوق الشهر ماكو. شوف انا الصراحه نسيت اني عندي قناه، يعني بربك فوق الشهر ناس عندنا قناه. اي عادي النسيان حاله طبيعيه، بس ابن الاوادم مو فوق الشهر. المهم شباب انا اعتذر كلش على هاي السحبه الطويله، طبعا انا اول مره اسحب هيك بدون سبب. وقف دقيقه، انت ايش تحسس نفسك انه اكو الاف التعليقات كانت تسال عليه؟ يعني تعليق واحد ماكو كل ما تسال بعد. يا الهي ناقص تنتج انه اني مظلوم بالمجتمع، اصلا عادي. المهم خلينا نرجع لهاي الطرقاعة السوداء. طبعا قصته والقرآن تعرفونها ما يحتاج احكيها، بس راح احكيها اخاف البعض نساها. سلمان موميكا هو بالاصل عراقي، سافر السويد هناك حرق القرآن وقلب الدنيا على العراق، وهاي قصتها بالمختصر. المهم السفارة السويدية قالت لك هذا شنو اللي زي جيمنا هذا؟ شو هذا الواحد شنو احنا خدامين عنده لو شنو؟ فكروا شوية وقالوا احسن حل وياه نوديه للنرويج. وليش النرويج بالضبط؟ ما ادري. والافندي اخذ له شقة معدلة، ورا 5 ايام سجل خروج من الدنيا، وربي يستاهل. انه بلاقي لنا متعفن بشقته. انه سبحان الله حارق القرآن يموت بيوم نزول القرآن ليلة القدر، ان الله يمهل ولا يهمل. ولا ننسى موضوع داليا نعيم الصار بيه، لا تردوا نحكي عليها بالمقطع الجاي والصار بها انا خادم. لهنا انا راح اسد المقطع لان الصراحة مليت من حضرة جنابه. روح منها ترى انا صايم وروحي قامزة، لا تاخذوا الموضوع بجدية، ترى جاي شياقة مو تجي لي انتقادات وتعليقات. هو ياهل علق لك، والقرآن زين اذا جبت 5 تعليقات. يلا حبيبي جر منا خلص المقطع، لا تنسوا ترى جاي الشاقة مو تقولون بعدين. ومع السلامة ايها الحمقى.